مساء الخير، مساء العافية. رمضان مبارك عليكم، يا رب ينعاد عليكم بالإيمان والصحة والعافية والرزق الجميع الإسلام والمسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم حبيت أشارككم تحضيراتي لأجواء رمضان اللي هي حضرتها بديت بيها البارحة. فيديوهات سريعة صورتها لكم. هنا سويت فد ركن رمضاني بسيط بالمطبخ مالتي، لأن المطبخ مالتي صغير فما عندي مساحة يعني كلش كبيرة أقدر أسوي بيها. سرعت لكم الفيديو بس حبيت تشوفون. هنا عندي لحم عجل فرمته بالمحضرة وبصل، أريد أسوي كبة تمة. خليت اللحم على النار، شفت الطاوة ما كفت فرغته بالجبنة. راح نبدي نحمس بيه. ضفنا له فلفل اسود، بهارات، حمسته. ما لفيت وياكم لان اني لافه كبه وياكم قبلها. هنا بس صورت لكم اياها. هنا عندي عصير مال برتقال عراقي طازج، عصرته بهاي المعصرة وخليته بهاي الحافظات. اجمده اطلعه ويا الفطور. هنا هسه راح نسوي كبة البرغل كالمعتاد. ثرمنا اللحم، ثرمنا البصل، خلينا على الطباخ. والبهارات، بهارات الكبة وفلفل أسود أنا ما أضيف يعني، وملح، لأن إذا أضاف أكثر بهارات راح تفقد طعمها. هنا عندنا البرغل نقعناه، وهمينا فلفل أسود وبهارات مال الكبة وملح، ما أضيف إضافات أكثر. عجنته تركته شوية يرتاح بين ما يستوي الحشو. أنا منزلة فيديوهات لأن شوية كان ظروف وعندي دماء فتاركه. هنايا الكبة مالتي جمدتها، بعد ما جمدتها طلعتها خليتها بكيس وراح أفرزها. ما شاء الله أني يعني مجمدة سريعة وعليتها كلش، لأن أخاف من الكهرباء زينة هسه مطافية. هنا كبة الجريش راح ألفها. فيديوهات يعني أني إلي يومين أصور بيها مال تحضيرات، جمعتها كلها لكم، بس خنقت روحي بوقت يعني، تعبت بيه كلش. هاي اكو تحضيرات اني ما قدرت اصورها. هنا عندنا افكار كنتاكي راح انقعها لحد ما تموع. تركتها فترة ماعت عندي، راح اتبلها. هنا عندي كاري. هنا تتبيلة الدجاج ايش ما عندكم بهارات خلوه، بالعكس راح يطرد الزفرة. كاري، شطة، خل ابيض، بهارات مشكل، ليمون، دبس الرمان، شنو عندكم تردون. هنا عندي تمر هند كيسين هم ضفت، يعطي نكهة ولون كلش حلو للتتبيلة. العفو، قلت لكم شنو عندكم ما اضيفه. هنا ضفت دارسين وهيل وقرنفل وثوم. البابريكا اذا موجودة، البابريكا كلش مضبوطة بتتبيلة الدجاج، بس اني البابريكا ما متوفرة عندي. ضفت شطة حمرا بمكانها. هنا عندي ليمونة راح اقطعها على شكل مكعبات. الليمونة والخل الابيض والدارسين. اي زفرة بالدجاج بعد انسوها، ما تبقي اي شي بالدجاج. راح ارجع للطبخة مالتنا، اشرحها تشريحة بسيطة بهذا الشكل. راح اضيف فلفل اسود وملح. هاي التتبيلات كلها اللي ضفناها. وهنا عندي بهارات دجاج هي خاصة، لا مندوزي. راح اضيف لهم مي واقلبهم. شوف تقليبة حلوة معدلة، لابس التوابل كلها بيها، واغطيها واتركها فترة بين ما اكمل شغلاتي. طبعا هذه صار كومة منزلة فيديوهات، لأنه قلت لكم كان عندي بناء، والبناء شوية يعني تعب وجهد، وأخذ مني وقت تقريبا
5 أشهر أو أكثر، فما قدرت أنزل أي فيديو. فهسه الحمد لله لا كملت واستقريت والحمد لله والشكر يا ربي. هنا عندي طلعت صدورة الدجاج، وعندي صدورة تركي قطعتها على شكل، سويتها هيجي مستطيل ومكعبات. هنا عندي قطع مالية هم تراوتها وبتعطينا فد نكهة، ومن نحمسها هيش نعطيها فد لمعان هم كلش حلو. هنا مثل ما قلت لكم ضيفوا شنو عندكم بهارات ضيفوا. هسه اني هم ضفت شطة وبهارات وثوم وزنجبيل فلفل اسود حامض ملح، ما خليت، ضفت راشي. هنا عندي خاطر غنم راح اضيف همينه باعوا، يعني هي بتتبيلتها وصارت تشهي، راح اتركها على جنب. هنا راح اخذت قسم من صدر الدجاج اريد اسويه همبرجر، همين راح افرمه بالمحضرة. هناك ايش عندي قطع مال لحم ومالية اضيفه، يعني هم افرمه واضيفه وياه يعطيني نكهة كلش طيبة للهمبرجر. هم فرمته بالمحضرة، لاحظوا ضفته. راح نجي نضيف لها البهارات، ضفت مال بهارات همبرجر، ضفت شوية ثوم، ضفت فلفل اسود، ضفت حامض، العفو يا حامض، ضفت ملح، خليتها عجنتها وخليتها على صفحة. هنا راح اعبي القص اللي سويناه هو والتتبيلة مالته. اهم شي ايش راح يسوي هذه الفترة، راح يتخمر بالتتبيلة مالته يصير يجنن. الدجاج اللي قطعناه راح اخليه هيك واشيله. طبعا اني ما عندي عائلة، اني وابني، فعائلتنا كلش قليلة، لكن هو رمضان ابو الخير يجمع، نركب لازم يعني نطلع لنا فد معونين. هنا نسيت اضيف بالتتبيلة الخاطر، فضفت على الجدر وضفت بالكيس اللي عبيت بيه. هنا شوفوا حتى الافخاذ الكنتاكي باعوا، اني دا اشيلها وبالجن كذا اعبي المي مالتها، التتبيلة اللي سويناها نعبيها وياها. صدقوني هاي الطريقة تجنن، تستوي بسرعة، تطلع متبلة تخبل تجنن. كملنا هاي الاسهم مالتنا، شلناها. هنا راح نسوي الهمبرجر. طبعا عندي جهاز مال همبرجر بس ابد ما اسوي بيه الا بطبق المعجون، احسه سريع وسهل، او يطلع لي قالب مدور مو دخين يخبل، فشغلي كله بطبق المعجون وينطي يعني كلش حلو. باعوا. هنا سهنت اللحم خليته بجاز، شلته. هنا عندي باجلة، الباجلة هي متوفرة حاليا بالسوق، بس اني كيستها. ليش كيست؟ لان كل شي يصير، ممكن اني يعني بوقت ما عندي احد يروح يجيب لي، فاني متوفرة عندي سويت لي فد سهمين. هنا الهوسة مال المواعين صارت علي، قعدت غسلتها كلها حتى نخلص من عندها، فهي اكثر شي متعبة. طبعا انا عندي غسالة مال صحون ما اغسل بيها، اغسل بايدي، احب غسل المواعين، ما اعرف اشتريتها وتورطت بيها، لان انا احب اغسل بايدي. حبايب هنايا راح اوصل وياكم لنهاية الفيديو. كل من يشاهدني ومن مشترك بالقناة اتمنى يشترك، او كل من مشترك بالقناة ودا يشاهدني اتمنى فد تعليق حلو من ايديكم الحلوة. اتمنى ما طلت عليكم بالفيديو مالتي، واتمنى كان فيديو ممتع وشاهدتوا تقبلتوا بكل رحابة صدر. هسه قلت لكم وصلنا لنهاية الفيديو مالتنا، راح نختم السير مالتنا ونقول لكم في امان الله.